بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مشكلة إيقاف دونج يا جماعة اللي أنا شايف إن هي واخدة أكبر من حجمها، لأن الكلام واضح وصريح إن إيهاب الكومي نفسه عضو مجلس إدارة الاتحاد اللي فات قال لك إحنا وقعنا عقوبة على الثلاثة وغرمنا الزمالك 20,000 جنيه، والعقوبة كانت 4 ماتشات سوبر. الراجل هو بيقول لك إحنا بعتنا فاكس وكان في اتحاد الكورة القديم، هو راجل من اتحاد الكورة. خالد الغندور نفسه تناقل الخبر يوميها، تناقل الخبر يومها في 2024، قال لك إن الزمالك هيتوقع عليه كذا كذا كذا، عبد الواحد ودونجا ومصطفى شلبي هيتوقفوا 4 سوبر. ده ضارب فرد امن في الامارات يا جماعه، ضارب فرد امن. يعني سيبك بقى من هو عمل ايه، يعني الناس قالت لي انا طلعت عقوبه، جام بقى اتحاد الكوره قال لك والله الزمالك قال لك انا ما وصلنيش حاجه. جم الناس اللي في الاتحاد الكوره اللي كانت شغاله مع الاتحاد القديم ودلوقتي شغاله مع الاتحاد الجديد، قالت لك احنا بعتنا على الجيميل بتاع سين من نادي الزمالك المعتمد عندنا، يعني انا بعت لك العقوبه. اذا فين بقى ان الاهلي ضغط، والاهلي الاستجابه لرغبته، الاهلي ماله اصلا؟ الاهلي مش هيلاعب الزمالك، لان الزمالك هيتغلب من بيراميدز كده كده. انا عارف ان الزمالك بيلعبوا على بيراميدز، بس بيراميدز مش هيخسر من الزمالك في السوبر اللي جاي، وهفكرك